أخواننا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مملكة الطيور. في حلقة اليوم أعزائي الكرام سأتحدث لكم عن كيفية تجهيز أنثى الكناري للتزاوج. فبداية وقبل التحدث عن تجهيز أنثى الكناري أعزائي الكرام، يجب بداية تجهيز القفص الذي سنزاوج به الأنثى. إخواننا الكرام، يجب بداية تجهيز القفص، وتجهيز القفص يكون بمعدات معينة. إخواني الكرام، نقوم بوضع العش وسط قفص الذي نضع به الأنثى على هذه الشكل. يا إخواننا الكرام، نضع العش أولا في القفص إخواننا الكرام، وبعد وضع العش أعزائي الكرام نقوم بتجهيز القفص بعظمة أو بوضع عظمة الحبار في القفص، لأنها مورد من الموارد المهمة للكالسيوم، والكالسيوم تحتاجه الأنثى في هذه المرحلة بكميات مهمة. كما تلاحظون معي، نهيئ القفص، نضع للأنثى العش في القفص وعظمة الحبار. وبعد تجهيز القفص إخواننا الكرام سنبدأ بالتحدث عن كيفية تجهيز الأنثى. فلتجهيز الأنثى إخواننا الكرام لدينا 3 شروط إخواننا الكرام، أو 3 عوامل مهمة. هذه العوامل إخواننا الكرام تتجلى في الذكر. يجب أن يكون الذكر موجود بالقرب من الأنثى، لكن لا يظهر لها، لا يكون يظهر لها إخواننا الكرام، تكون فقط تسمع تغريد، ويكون الذكر يغرد بشكل قوي وبشكل جيد أعزائي الكرام، لأن تغريد الذكر إخواننا الكرام يلعب دورا كبيرا في تجهيز الأنثى للتزاوج، لأن بعد سماعها تغريد الذكر بالقرب منها ذلك يحفزها على بداية تكوين عنقود البيض في بطنها أعزائي الكرام. لذا فتغريد الذكر يلعب دورا أساسيا في تجهيز الأنثى. العامل الثاني أعزائي الكرام هو التغذية، لأن في هذه المرحلة إخوان الكرام تحتاج أنثى الكناري لأغذية معينة أعزائي الكرام، ومن بين هذه الأغذية المعينة أعزائي الكرام كما عظمة الحبار التي جهزنا بها القفص هي أيضا تدخل في التغذية أعزائي الكرام. كما يجب أيضا تقديم ربع بيضة كل يومين لأنثى الكناري، ربع بيضة مسلوقة كل يومين أخونا الكرام، لأن في هذه الفترة تحتاج أنثى الكناري لكمية كبيرة من البروتينات، لأنها تستهلك طاقة كبيرة في تكوين عنقود البيض لديها. ثم نقوم أيضا بتقديم حبوب الخرطال. حبوب الخرطال لمن لا يعرفها إخوان الكرام فهي على هذه الشاكلة كما ترون معي. حبوب الخرطال تكون مع الميلونج في حبوب الكناري على هذه الشاكلة. نقوم بتقديم حبوب الخرطال يوميا إخواني الكرام في مكالة أعزائي الكرام. ثم نقوم بتقديم فيتامين فيرتيفيت التي سبق وتحدثنا عنه في فيديو سابق إخواننا الكرام. نقوم بتقديم فيتامين فيرتيفيت سبق وتحدثنا عنه في فيديو سابق إخواننا الكرام. والعامل الثالث أو الشرط الثالث إخواننا الكرام هو الاستحمام. تحتاج أنثى الكناري للاستحمام على الأقل 3 أيام في الأسبوع أعزائي الكرام، لأن الاستحمام يلعب دور كبير أيضا في تجهيزها للتزاوج أعزائي الكرام. وفي الأسبوع الأخير من التجهيز إخواننا الكرام نبدأ بإمداد الأنثى بأدوات التعشيش كخيوط التعشيش إخواننا الكرام، ونبدأ بتقديم أدوات التعشيش إخواني الكرام. كانت هذه العوامل المساهمة في تجهيز الأنثى أعزائي الكرام، والمرجو الاشتراك معنا في القناة، ولمن لديه أي استفسار إخواننا الكرام المرجو وضعه في تعليق أسفل الفيديو للإجابة على كل استفساراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.